الجيوسياسة عمرها ما كتكون جامدة ولا ثابتة. موازين القوة كتبدل، قوة كتصاعد، قوة كتنقص، قوة كتصادم، وقوة كتعرف كيفاش تعاود تخلق راسها من جديد. ما كاينش شي حاجة نهائية، ما كاينش شي حاجة مضمونة، وما كاين حتى دولة تقدر تسمح لراسها تبقى واقفة بلا حركة في واحد العالم كيتبدل نهار على نهار. اللي كيبان قوي في واحد اللحظة يقدر يقلب الحال ديالو من بعد غير بشوية ديال السنين. والدول اللي كتقدر تبقى وتعيش هي الدول اللي كتفهم بأن الاستقرار ماشي شي حالة طبيعية كتجي بوحدها. الاستقرار بناء، الاستقرار توازن، الاستقرار استراتيجية. ومن 30 عام المغرب كيتحرك بالضبط في هذا المنطق. ما عمرو تسد في شي كتله وحده، ما عمرو راهن غير على قوه وحده، وما عمرو خدا النظام العالمي كشي حاجه مفروغ منها. تكيف مرات بشويه ومرات بسرعه، ولكن ديما بنفس الفكره البسيطه. في واحد العالم كيتهز ويتبدل، السياده كتكون عند اللي كيشوف التغييرات قبل الاخرين. وهذا الشيء هو بالضبط اللي غادي نحللو في هذا الفيديو. كيفاش المغرب عرف يبحر في وسط بيئه دوليه كتبدل بلا توقف، كيفاش تثبت تحالفاته، كيفاش تفتح على شركاء جداد، وكيفاش كيتوجد اليوم العالم كيزيد يكون متعدد الاقطاب. قبل 30 عام الساحة الدولية كانت كتعطي انطباع انها وصلت لواحد النقطة النهائية. الاتحاد السوفيتي كان طاح، النظام الثنائي سال، وامريكا ولات كتحكم العالم بلا منافسة حقيقية. فذاك الوقت بالذات واحد مفكر امريكي سميتو فرانسيس فوكوياما طرح فكرة دارت ضجة في ذاك العصر كامل: نهاية التاريخ. حسبوا النموذج السياسي الغربي ربح نهائيا، وما بقى لا ايديولوجيا لا قوه لا بديل يقدر يعاود يزعزع هذا الانتصار. والفتره قصيره هذه القراءه كانت كتبان معقوله. العولمه كتقدم، المؤسسات الدوليه كتقوى، الغرب كيحط القواعد والناس الاخرين كيتاقلموا. العالم كان باين مستقر مستقيم ساهل التوقع، ودايرين بحال الا دخلنا العصر فين القوه ما غاديش تبقى محل صراع، وفين الديمقراطيه الليبراليه غادي تولي النموذج العالمي، الجيوسياسة غادي تولي من الماضي. وسط هذا المناخ المغرب دار الاختيار الاكثر عقلانيه: يرتبط مزيان بالمعسكر الغربي، يستافد من النظام المسيطر، ويأمن التنميه ديالو بالقوه اللي كانت كتنظم العالم. هادشي كان اختيار استراتيجي ماشي اختيار ايديولوجي، وهذا الاختيار خلى المغرب يدوز التسعينات والالفينات باستقرار قليل اللي عرفوه في هذه المنطقه. ولكن تشخيص فوكوياما كان غلط. التاريخ ما كانش وقف، كان غير في بوز، كان غير في استراحه. ومع دخول سنوات 2010 الخطوط بداو يتحركوا. الصين ولات قوة اقتصادية خارقة قادرة تنافس الغرب. روسيا رجعت القوة عسكرية واستراتيجية قلبات التوازن ما بعد الحرب الباردة. وتركيا والهند والبرازيل وقوى أخرى طلعوا كلاعبين مستقلين قادرين يفرضوا مصالحهم بلا ما يسولوا شي حد. العالم خرج من حلم القطب الواحد، المنافسة رجعات، الكتل كتعاود تتشكل، التحالفات ولات مرنة، والاستقرار اللي كان باين في التسعينات بان غير لحظة مؤقتة. نظرية فوكوياما ما اختفاتش، ولكن الواقع هو اللي كتبها. وهنا كيبان الذكاء الاستراتيجي ديال المغرب. بدل ما يبقى محبوس في شي موديل قديم، وبدل ما يتعلق بمرحله سالات اللي كان فيها الغرب كيملي الشروط ديالو على الجميع، المملكه سبقته تهيئات العالم متعدد الاقطاب. ما قطعتش مع الشركاء التاريخيين ديالها، ولكن رفضت تكون رهينه ديال كتله وحده. تفتحات على قوه جديده نوعات تحالفاتها، وفهمات قبل بزاف الدول ان المستقبل ديال البلدان اللي كتعرف تناور بين مراكز قوه متعدده. المغرب ما بدلش معسكر، ولكن بدل السوفتوير، بدل طريقه التفكير. اذا المغرب فهم بكري ان النظام العالمي غادي يتبدل، فاول حاجه بان فيها هذا الفهم هي الاقتصاد. لسنين طويله المغرب كان معتمد بزاف على اوروبا في التصدير، في الاستثمارات وفي الشراكات الصناعيه، وكان هذا الشيء منطقي قريب جغرافيا ومنسجم مع توازن ما بعد الحرب البارده. ولكن منين بدا التعدد القطبي يفرض راسه، الرباط عدلات النموذج ديالها وفتحات الباب لقوه جديده حتى هي كتقلب على نقطه ارتكاز في المنطقه. الصين هنا عندها دور محوري، ما جاتش غير كمستثمر وخاويه، جات كقوه تكنولوجيه صناعيه ولوجستيه، واللي كيتبنى بين الرباط وبكين كيتجاوز مشاريع الكلاسيك ديال البنيه التحتيه، مناطق صناعيه مخصصه، مصانع ديال مكونات الكترونيه، جيجا فاكتوري ديال البطاريات، ونقل تدريجي للخبرات والمهارات. ومنين المغرب تفتح على الصين اقتصاديا، راه دار اختيار استراتيجي كبير: ينوع القاعده الصناعيه ديالو وينقص التبعيه لكتله وحده. في واحد العالم متشظي، الدوله اللي كتعيش على شريك واحد كتكون ضعيفه ومعرضه للخطر، والدوله اللي عندها اكثر من مسار للاستثمار والشراكه كتكون سياديه. نفس المنطق بان كذلك في التقارب مع البرازيل كقوه صاعده اخرى كتقلب
كتقلب حتى هي على تشبيش موقعها في النظام العالمي الجديد. في هذه السنوات الأخيرة الرباط وبرازيليا كتفوا الاتفاقيات، تعاون فلاحي، صناعات غذائية، طاقات متجددة، دفاع، وحتى تنسيق سياسي في بعض الملفات الإفريقية. والبرازيل ماشي غير شريك تجاري، هي بوابة لأمريكا الجنوبية، سوق ضخم ولاعب كيشترك مع نفس الرغبة ديال بناء عالم أقل تبعية للكتل التقليدية. ومن خلال التقارب مع البرازيل المغرب كيبين أنه ما محبوش في محور أورو متوسطي، ولكنه كيوسع المجال الاقتصادي ديالو على مستوى عالمي. وهذا المنطق كيمتد لإفريقيا كذلك، في المغرب ما بقاش غير كيبيع منتجات ولا كيدير اتفاقيات رمزية، ولكن كيستثمر، كيتواجد وكيهيكل قطاعات كاملة. البنوك المغربية ولات حاضرة في جزء كبير من غرب افريقيا. او سي بي بدلات سياسات فلاحية ديال دول كاملة ملي بناش وحدات انتاج الاسمدة تماك، الاتصالات، المالية، التأمينات، اللوجيستيك، الطاقة. المغرب كيوسع النفوذ ديالو ماشي بالخطب ولكن باصول حقيقية على الارض. البلاد دازت من نموذج فين كانت كتستنى الاستثمار الاجنبي يجيها لموديل جديد فين كتصدر القوه الاقتصاديه ديالها لبرا. هذاش بديل في الطبيعه ماشي غير في الحجم. في افريقيا المغرب ما بقاش تابع، ولا قوه اقليميه، قوه كتبني، كتمول، كترافق، كتاثر. وهذا الشيء هو الفرق بين دوله كتلقى النظام العالمي جديد وهي ضعيفه، ودوله كتقلب تفرض راسها داخله. وهذا التحول الاقتصادي كيوجد الارضيه لسياده اكبر، سياده دبلوماسيه، صناعيه وعسكريه. الى الاقتصاد كيوريك كيفاش دوله كتبدل من الداخل، فالدبلوماسيه كتفضح كيفاش كتموقع فعلا في العالم. وفي هذه السنوات الاخيره المغرب كيبعث رساله واضحه للقوى الكبرى، راه دوله سياديه وما غاديش تتسجن في حتى معسكر. هذا الموضوع بان بطريقه قويه مع روسيا. فاش بدات حرب اوكرانيا بزاف ديال الدول المصطفى مع الغرب دارت ادانه مباشره لموسكو، ولكن المغرب اختار طريق نادر، الحياد النشيط. ما صوتش على القرارات اللي كدين روسيا في الامم المتحده، ما ساندش العقوبات الاقتصاديه، وما خضعش للضغوط الدبلوماسيه اللي كانت باغيه تجرو لدعم آلي لكييف. هادشي ما كانش موقف مع روسيا، كان اشاره سياده. المغرب كيرفض يدخل في حرب ما كتهموش مباشره، وكيرفض يكون التصويت ديالو اداه ديال سياسه داخليه عند قوى اجنبيه. هذا الاختيار فاجأ اوروبا، ولكن موسكو قراه كعلامه ثقه. بلد ما كيدورش مع الريح تحت الضغط، بلد كيقرر حسب المصلحه ديالو وما كيبيعش السياسه الخارجيه ديالو باش يرضي كتله. المغرب كيبين للروس انه ماشي إدائي وماشي قابل للتلاعب وماشي مستعد يضحي باستقلال القرار الدبلوماسي ديالو. والصين فهمت نفس الرساله تماما. بكين كتشوف في المغرب فاعل مستقر براغماتي وفوق كل شيء مستقل، بلد قادر يهضر مع الجميع بلا ما يولي عدو ديال شي حد. والنتيجه جات بسرعه. في اخر تصويت في مجلس الامن على الصحراء المغربيه لا روسيا لا الصين وقفوا ضد الرباط. ما كان لا فيتو لا عرقله لا بلوكاج. لاول مره منذ مده طويله قوى اوراسيه خلات قرار كيميل لصالح المغرب يدوز. هاد التبديل استراتيجي كبير وما جا حتى صدفه، جا من دبلوماسيه مغربيه كترفض الاصطفاف الالي، كترفض التبعيه وكتبني بشويه صوره ديال بلد موثوق ثابت مستقل. والاهم هو ان هذا الانفتاح على الشرق ما دارش على حساب التحالفات الغربيه. امريكا باقيه هي الداعم الاستراتيجي الاول للمغرب، واشنطن هي الحليف العسكري رقم واحد، هي الفاعل الدبلوماسي الاهم فملف الصحراء، وهي الضامن النهائي للتوازن الاقليمي. المغرب نجح يدير تمرين صعيب بزاف اللي قلال اللي كيقدروا عليه، يقرب من الكتله الاوراسيه بلا ما يبعد على الكتله الغربيه. هذه هي الدبلوماسيه المتعدده الاقطاب، تهضر مع الجميع، ما تعتمدش على حتى حد، وتاخذ من كل قوه داكشي اللي محتاجه بلا ما تخلص ثمن الاصطفاف الكلي. في العالم المقطع هذه مرونه كتولي قوه، وبالنسبه للمغرب كتولي حتى ميزه
استراتيجية حاسمة. عسكريا التحول المغربي كيبان كتر. لسنين طويلة المغرب كان عنده شريك رئيسي شبه وحيد، أمريكا، وواشنطن ما زالت حتى اليوم المزود رقم واحد في طيارات القتال، أنظمة الدفاع، التدريب والمعدات الاستراتيجية. ولكن في واحد العالم فين التحالفات كتولي مرنة وموازين القوة كتبدل بسرعة، الاعتماد على مزود واحد كيبقى مخاطرة. المغرب فهم هاد النقطة وبدا كيعاود يرسم العقيدة العسكرية ديالو بفكرة بسيطة، نوعوا باش ما نبقاوش تابعين لحتى حد. ومن هنا جا التقارب العسكري مع تركيا. أنقرة ولات في سنوات قليلة لاعب أساسي في صناعة الدفاع، خصوصا في الدرونات، في العربات المصفحة وفي التكنولوجيا المتوسطة. المغرب شد هاد الفرصة ماشي باش يعوض أمريكا، ولكن باش يكمل الترسانة ديالو بأنظمة مختلفة، مرنة، مستقلة وسهلة في الاستعمال. تركيا كتقدم للمغرب شريك كيفهم المنطقة، كينتج محليا وما كيفرضش قراءة إيديولوجية للتعاون العسكري. المحور الثاني المهم بزاف هو إسرائيل. من بعد التطبيع، تسارعات تبادلات في مجالات حساسة، دفاع ضد الصواريخ، سايبر سيكيوريتي، درونات، استخبارات وتكنولوجيا دقيقة. إسرائيل كتجيب خبرة تكنولوجية نادرة ومعرفة عملياتية مجربة وقدرة على الابتكار كتخلي المغرب يدوز لمرحلة نوعية. ومرة أخرى الهدف ماشي ندير ظهرنا لأمريكا، ولكن ناخدو مهارات وخبرات واشنطن ما كتشاركهاش ديما وكتطلع مستوى الردع. وكاين كذلك الصين كشريك غير متوقع ولكن ولا حاضر أكثر وأكثر. بكين كتوفر درونات، أنظمة إلكترونية وكتقترح نقل تكنولوجي اللي قلال اللي كيقلبوا عليه. ماشي شريك عسكري مركزي ولكن رافعة استراتيجية، تنويع مصادر التكنولوجيا، تفادي التبعية والحصول على معدات ماشي ديما الغرب كيسلمها بسهولة. هاد الحركة ديال التنويع عندها جوج نتائج كبار. أولا كتقوي السيادة العسكرية ديال المغرب، حيث البلد اللي تابع الأسلحة من مصدر واحد كيولي هش، والبلد اللي يقدر يشري ويوازن ويجمع تكنولوجيات متعددة كيولي أقوى. ثانيا كتطلع المصداقية العسكرية في منطقة فين الردع كيقدر يكون أهم من عدد الجنود. المغرب ما داخلش في سباق تسلح، المغرب داخل في سباق سيادة، جيش يقدر يردع ويحمي ويرد، ولكن قبل كل شيء جيش ما تابع لحتى عاصمة أجنبية. واليوم النظام العالمي كيتبدل قدام عينينا، ماشي غير إعادة ترتيب دبلوماسي ولا عسكري، ولكن انقلاب عميق كيمس حتى السياسات الداخلية ديال القوى الكبرى اللي كانوا باغيين يفرضوا رؤية جلوباليست بلا حدود وبلا سيادة وبلا هوية، ولا خاصهم يراجعوا قناعاتهم. الغرب كيعقل بالواقع، الأمم كاينة، الحدود كتهم، والشعوب بغات تقرر لمصيرها. السيادوية اللي كانت كتقدم كشي شذوذ قبل 10 سنين راه كترجع قوية في كل مكان، في أمريكا، في أوروبا، في المؤسسات، في النقاش العام. الفكرة ديال أن كل دولة خاصها ترجع تحكم في مصيرها ولات كتكبر. العالم ماشي غادي نحو مزيد من التشابه، راه غادي نحو مزيد من التجزئة، المنافسة، الكتل والسيادات المعلنة. وفي هذه الفوضى المنظمة المغرب من القلائل اللي سبق وتوقع هذا المسار بكري. دوليا استراتيجية واضحة، تنويع التحالفات، ما نعتمدوش على حتى حد، نتعاونوا مع الغرب بلا ما نتسجنوا، نهضروا مع الشرق بلا ما نتورطوا، نمشيو مع افريقيا، نخدموا مع الصين، نتحاوروا مع روسيا، ونخليو امريكا هي الشريك الاستراتيجي المركزي. هاد المرونه، هاد القدره على التكيف، وهذا الغياب ديال الدوغما الايديولوجيه هو اللي كيخلي المغرب يدوز لمرحله العالم المتعدد الاقطاب بلا ما يفقد التوازن ديالو. ولكن دابا كيبقى السؤال، واش هذا الذكاء الدولي غيتطبق حتى في الداخل؟ حيث السياده ما كتتبناش غير في السفارات والقمم والمعاهدات والصفقات العسكريه، السياده كتبنى حتى في المجتمع، في الهويه، في تماسك الشعب، في حماية النموذج، في التحكم في الحدود، وفي قرار المستقبل الديموغرافي والثقافي والسياسي. المغرب فهم العالم، دابا خاصو يفهم راسو. فقرن غادي يكون فيه صراعات، صدمات اقتصادية، ضغوط هجرة وتنافس تكنولوجي. غير الدول القوية من الداخل غتبقى سيادية من الخارج. وهذه هي الخلاصة الحقيقية ديال هذا التحول العالمي. السيادة ماشي شعار، السيادة خدمة، اختيار، انضباط ورؤية. المغرب ما حاولش يمشي ضد الريح، اختار يبحر مع الريح. وإذا طبق نفس الوضوح في الداخل غادي يكون ماشي غير داز 30 سنة اللي فاتت بذكاء، ولكن حتى واجد ل 30 سنة اللي جاية.